بيعاني الطفل بيكي من العنصرية والتنمر وبيتعلم ازاي يواجه الخوف. بس قبل ما نكمل قصتنا تعالوا بينا نصلي على سيدنا النبي ونعمل لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة، وكمان يا حلوين تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد بنقدمه. ويلا بينا نكمل قصتنا. بتبدأ أحداث الفيلم في مزرعة بعيدة لما ست إنجليزية جميلة ومثقفة بتتجوز مزارع من جنوب أفريقيا وبتولد طفل وبتسميه بيكي وبتربيه بمساعدة جدته ناني. وبسبب وفاة الأب بتحاول الأم تهتم بابنها والمزرعة كمان، لكنها بتفشل في ده تماما، خصوصا لما الماشية كلها بتموت بسبب وباء انتشر بينهم. وبتسوء الحالة النفسية للأم جدا وبتتعب قوي بعد تدهور أحوال المزرعة، وبتضطر إنها تبعت ابنها المدرسة داخلية، وقبل ما يمشي بتديله الأسورة اللي كانت هدية جوازها من أبوه. وسياسة المدرسة كانت متشددة وبيديرها الأفارقة الأوروبيين أو الأفريكان، وكانت كل الدروس فيها بتحض على كراهية الإنجليز بسبب احتلالهم جنوب أفريقيا وكراهية أصحاب البشرة السمراء. وكمان ساعتها حس بيكي أنه منبوذ وسطهم. ده غير كمان إن كتير من أهالي الطلبة دي ماتوا بسبب معسكرات العزل اللي عاملينه الإنجليز لما حاول الأفريكانرز يقوموا بثورة، وده زود من كراهية زمايله ليه لدرجة إنهم كانوا بيلوموه على موت أهلهم لأنه الإنجليزي الوحيد اللي بينهم، فتنمروا عليه وتبولوا عليه. وأكتر واحد بيكره فيهم كان اسمه جابي، وبعدها كان بيخاف جدا ومش بيعرف ينام وبيبل سريره غصب عنه. وفي يوم بيوصل المدرسة خبر وفاة أمه، فبيخرج علشان يحضر مراسم الدفن، وهناك بيقابل ناني وبيعرف منها إن المحامي قرر إنه يرجع للمدرسة الداخلية تاني، فحكى لها عن اللي الطلبة عملوه فيه، فأخدته عند طبيب القبيلة اللي قال له إن مشكلتها سببها الخوف وقلة الشجاعة، وبعته في رحلة يتخلص فيها من الخوف ده كله. وخلال الرحلة دي بيوريه إزاي يواجه الخوف ورسم علامات على الأرض وحط فيها دجاج كتعبير عن الشجاعة، وطمنه وخلاه في الآخر يواجه الفيل الأفريقي اللي قتل أبوه قبل كده في حادثة، وبدون ما يجري منه أو يهرب لحد ما وصل الفيل لعنده ومد خرطوم ومسح بيها إيد بيكي. وساعتها حس بالشجاعة وانتهى تماما موضوع إنه يبل سريره ده. وقال له الطبيب كمان إنه بقى كده بقى راجل أفريقيا كلها، لأنه واجه أقوى مخلوق على الأرض، وإنه روح محاربي الزولو عايشة جواه. ودي كلها حاجات خلت بيكي أقوى وأشجع بكتير، وسمح له ياخد دجاجة معاها علشان تحرسه. ولما رجع المدرسة كانت الدجاجة بتحرسه فعلا وكانت أقرب أصدقائه. لكن مشكلته الحقيقية بدأت مع بداية الحرب العالمية الثانية وتهديدات هتلر الإنجليز، وإنه ناوي يمحيهم من على وش الأرض، وإنه لازم يطهر أفريقيا منهم. وزمايله في المدرسة كانوا مناصرين لهتلر لدرجة إنهم خطفوا واحدة من الدجاجة بتاعته وعلقوا الدجاجة وقتلوها بطريقة بشعة جدا، إلا إن بيكي زي إيجابي وقعوا على الأرض وقعدوا يضحكوا عليه، فقرروا إنه يقتلوا قدامهم كلهم. وعلقوا من رجليه في حبل طويل وبدأ ينشن عليه، إلا إن المدير دخل عليهم فجأة فسكت كل الطلاب وضرب المدير جابي. وبعدها عرف إن ناني كمان ماتت زي أمه، وإن جده رجع من الكونغو وإنه هيعيش معاه في بيته، وأغلب اللي حواليه هيكونوا من الإنجليز، إلا إنه كان حزين جدا ومش بيكلم حد أغلب الوقت. فجده خلى صديق ليه اسمه دوك يقعد مع بيكي ويعلمه إزاي يتخلص من الحزن اللي جواه. وفعلا بدأ يشغله بحاجات جديدة زي الموسيقى وعلم النباتات، خصوصا الصبار، وحكى له كتير عن أفريقيا وعن نفسه وإزاي هتلر قتل عائلته كلها وحفيده كمان رغم إنه ألماني، وعلمه إزاي يشوف كل حاجة بشكل مختلف. وقال له كمان إن الطبيعة عندها إجابة على كل أسئلته. وعاش بيكي مع دوك فترة طويلة وحبه جدا وبعد عنه الحزن تماما، لحد ما يوم أمرت السلطات في جنوب أفريقيا بالقبض على دوك وحطوه في سجن بربرتون طول مدة الحرب مع ألمانيا، بس لأن ورق إقامته مش كاملة وبرغم عداء الإنجليز لدوك، إلا إن السلطات الأفريقية اللي في السجن كانوا بيحبوه وبيحترموه لدرجة إنهم سمحوا له ياخد البيانو بتاعه معاه ويزرع النباتات اللي بيحبها، وكمان من حق بيكي يزوره براحته ويقعد معاه. فكان بيرجع من المدرسة على السجن، ولما بيكي أخد مقبول بس في الامتحانات زعل دوك وقال له إنه مستواه أحسن من كده. فبيكي قال له إن الطلاب بيضربوا الشاطر أو الذكي، وساعتها رد عليه بإنه مش غلط يكون ذكي، لكن الغلط إنه يكون عنده عقل وما يستخدموش لأنه خايف. وقدموا بعدها الجيبت مسجون معاهم بيعرف كويس في الملاكمة علشان بيكي يتعلم إزاي يحمي نفسه ويدافع عنها، ورغم إنه كان خايف في البداية إلا إن اللي علمه الملاكمة أكد له إنه مش مهم يكون كبير، لأنه بشوية ذكاء تقدر تهزم خصم أكبر وأضخم منك بكتير، وإن الملاكم محتاج لعقل ذكي وقلب شجاع. وبيت بدأ يدرب بيكي ويعلمه إزاي يلعب رياضة ساعات طويلة كل يوم، وعلمه كمان بعض حركات الملاكمة وتوجيه الضربات وهكذا، وجهزه علشان يكون من أمهر الملاكمين. وبقى أصدقاء وعرف إنه قضى 40 سنة في السجن رغم إنه عمره 55 سنة. وبقت حياة بيكي كلها بين الموسيقى والملاكمة والاهتمام بالصبار.
المطر، لحد ما في يوم بيكيا مع دوك جه رقيب السجن وضرب بيته ووقعه على الارض. فقرر بيكيا ودوك انهم يزرعوا التبغ البيت وزمايله في السجن، وسابه لهم في جردل التنظيف كل يوم علشان يجففوه ويحولوا التبغ من ورا الرقيب واداره السجن. وعدى على الحال ده 5 سنين، وبقى بيكيا ملاكم من الوزن المتوسط وكسب في بطولات السجون، وتعلم اللغات وبقى الكاتب بتاع المساجين كلهم، وبيصنع لهم التبغ من غير ما يفرق بينهم على اي اساس قبيلتهم، وكانوا كلهم بيحبوه ويسماه بيت صانع المطر. فزي ما المطر الارض والتراب والسماء بتكون في حاله هدوء، بعده هو كمان قادر يصنع الهدوء والمساواه بين الكل. وفي يوم شك الرقيب في بيت بسبب موضوع التبغ ده، الا ان بيت بدل الجردل اللي فيه التبغ بواحد تاني فيه ميه مش نظيفه، ولان الرقيب بيكره كل اصحاب البشره السمراء كان حريص انه يذله قدام كل المساجين واجبره على اكل الطين. وبعد ما مشي الرقيب ساعدوا بيكيا ودوك واحترموه اكتر، وكانوا بيدعوا له طول الوقت لانه تحمله للذل ده حماهم من ظلم الرقيب اللي كان هيضربهم ويعذبهم ولو لقى التبغ، وحتى انهم امتنعوا عن الاكل والشرب تكريما ليه. وحس بيكيا بحزن شديد على اللي حصل لبيت، خصوصا وانه وقف عاجز مش قادر يعمل حاجه تساعده وتحميه من الاهانه دي. واستمر ظلم الرقيب لهم فتره لحد ما يوم وصل لهم خبر نهايه الحرب وانتصار الامريكان وهزيمه هتلر. ده كان معناه الافراج عن دوك، وزعل بيكيا من الخبر ده لان كده دوك هيرجع بلده وما عادش يقدر يشوفه تاني. وقبل ما يمشي دوك طلب منه مأمور السجن يعمل حفله موسيقى على شرف المندوب السامي، وكان هيعتذر له لان بيت شاور له من بعيد علشان يوافق. وبعدها قال له ان الحفله دي هتكون علشان المساجين مش علشان السلطه، وان هو يعمل الالحان ويكتب الكلمات بيكيا، والالات الموسيقيه هينفذها المساجين باصواتهم. الا ان دوك كان شايف ان المساجين من قبائل مختلفه ومستحيل يرضوا يغنوا مع بعض، لكن بيت قال له ان بيكيا الوحيد اللي يقدر يقنعهم بده لان كلهم بيحبوه والحب اقوى من الكراهيه والحقد. وفعلا وافق كل المساجين يشاركوا، ورغم كل المشاكل اللي كانت بتحصل بينهم نجح بيكيا في تدريبهم وبداوا كمان يساعدوا بعض. والكلمات عجبت دوك بس كان لازم اللحن يتغير شويه علشان يمشي معاها، وحط بيكيا لمسه مختلفه عليه وكانت نتيجته حلوه قوي. ويوم الحفله اتاخر بيت شويه وكان بيكيا قلقان عليه، وفضل دوك يطمنه انه اكيد هيجي لان الحفله دي كلها فكرته اصلا ومستحيل انه يغيب عنها. وطلب منه مأمور السجن ياكد على المساجين بما انه يعرف لغتهم كويس انهم يتصرفوا كويس، وان سبب الحفله دي هو الاحتفال بالمندوب السامي. ودوك لانه راجل محترم مش مجرم زيهم، واستمر المأمور في تهديدهم بانهم هيقتل اي واحد فيهم يتصرف غلط. لكن بيكيا غير الترجمه خالص وخلاها ترحيب بيهم وتوصيه بانهم يغنوا كويس ويجيبوا الفخر لقبائلهم. وفي نهايه الكلمه سقف المساجين جامد وهللوا، واستغرب المأمور من رد فعلهم ده، الا ان دوك قال له ان ده تسقيف احترام ليه. في الوقت ده كان بيتريح الحفله، لكن الرقيب قبله وفضل يضرب فيها علشان يقول له معنى الكلمات اللي بيغنيها المساجين، الا انه رفض ومع الضرب والتهديد اضطر يقول له، ولما عرف معناها وقع على الارض ونزل ضرب فيه. وبدا المساجين يغنوا عن الحريه وعن جبن الحراس وعن الخوف اللي عايشين فيه بسبب ظلمهم، وتفاعلوا مع حركات بيكيا، وده تسبب في قلق كبير بين قاده السجن. وفهم بيكيا ان معنى اغنيتهم اتكشف، وشاور لهم دوك علشان يروح يشوف بيت بسرعه، فلقاه مرمى على الارض غرقان في دمه وبيطلع في الروح. وقال له ان هو صانع المطر اللي قدر يوحد قبائل افريقيا لاول مره ويخليهم يغنوا مع بعض، ووصاه انه يستعمل عقله وقلبه دايما لانهم سر قوته. ومات. وبعد موت بيت سافر كمان دوك وحس بيكيا بوحده كبيره من غيرهم، لكنه كمل مدرسته لحد ما وصل السنه الاخيره، وكان اساتذته بيحبوه ومعجبين بذكائه واسلوبه الحلو في الكتابه، وازاي حكى لهم عن المساجين وعن بيت بطريقه ادبيه مشوقه. وبدا المدرس يكلمهم عن العداله والمساواه، ان الحكومه في افريقيا لازم تغير من اسلوبها. ولما المدرس خلص سالوا المدرس عن نهايه القصه في السجن، واذا كانت العداله اتحققت للمساجين دول ولا لا. فقال له بيكيا ايوه، ان بعد شهر من موت بيت لقوا الرقيب مشنوق في نفس زنزانته، وقال له المدرس انه قدم له استماره علشان يدرس في جامعه اوكسفورد بمنحه كامله، وان الورق محتاج توقيعه بس. ففرح بيكيا بالموضوع ده قوي، وبدا يستعد علشان بطوله المدارس في الملاكمه. لكن خلال المباراه النهائيه وبعد ما كان متقدم على خصمه، لمح بنت حلوه قوي بين الجمهور بتشجعه، وانشغل بيها وادى فرصه للخصم يضربه ويوقعه على الارض. الا ان البنت شاورت لبيكيا علشان يقوم، وخلال الاستراحه سمع الشباب الافارقه بيغنوا له وبيشجعوه، وده زود تركيزه وفعلا قام وكسب المباراه والبطوله كلها. وبعد كده سال بيكيا عن البنت دي وعرف ان اسمها ماريا، وانها بنت راجل اوروبي مهم وعنده نفوذ كبير، وصاحبه قال له انه مستحيل يوافق على ارتباطه بها لانه امه انجليزيه. لكن بيكيا اتسحب بالليل ونط من فوق سور بيتها وشافها واقفه في شباك اوضتها، ولما طلع لها اتخضت وخافت حد يشوفه عندها، وقالت له انه محدش يعرف انها راحت اصلا مباراه الملاكمه، وانها هتقع في مشكله كبيره لو اتشاف عندها. فطلب منها تخرج معه، ولما خافت قال لها انه مستعد يقول لباباها، وفي النهايه وافقت على طلبه. واخدوا بعدها صاحبه غيلبرت عند مدرب محترف علشان يتعلم الملاكمه، بس المدرب استهان بقدره بيكيا وقال له انه مش هيقدر يصمد في الحلبه 6 دقايق، الا انه طلب منه يجربه ودفع له حساب تدريبه لمده 6 شهور مره واحده من فلوس رهانتك على المباريات المدرسه. وفي الحلبه قدر بيكيا يغلب
الخصم عن طريق التقنيات الملاكمة اللي علمها له بيت. ولما سأله المدرب قال له إنه اتعلم كل ده في السجن، وسأله إذا كان بيسمح له بالاختلاط بين أصحاب البشرة السمراء وبين الأفريكانرز، فقال له إنه جوه الحلبة كلهم زي بعض بس في السر، والتفرقة موجودة بس بره الحلبة. وبعدها بيروح بيكي علشان يقابل أبو ماريا ويطلب منه إنه يخرج معاها، وبيقف يتفرج على لوحات والأعمال الفنية اللي في قصره لحد ما الراجل بيدخل عليه وبيقول إن لوحات دي تاريخ عيلته اللي عاملها الإنجليز معاملة وحشة، وإنه هو كمان إنجليزي. فرد عليه إنه أفريقي، لكن الكل ما عجبوش الكلام، خصوصا لما بيكي يكلموا عن العدالة وإن القبائل الأفريقية تقدر تتحدد وإن انفصالهم ما كانش بإيديهم ولا. فرد عليه الأب إن اللي في إيده السلطة يقدر يفرض اللي هو عايزه، لكن بيكي كان شايف إن الأفريكانرز بيظلموا وإن ده منافي للعدالة. وساعتها قال له إن مش من مصلحته إنه يعارضه بالشكل ده، ولو فعلا عايز يخرج مع ماريا. لكن بيكي قال له إنه يفكر ومن مصلحة بنته إنها تكون مع إنسان عنده عقل، وإنه اتعلم كل اللي يعرفه في حياته على إيد خبير ألماني مش إنجليزي. فقال له إنه بيرفض تماما فكرة خروجه معاها، وبيطلب من مساعد عنده إنه يتحرى عن بيكي ويجيب له كل المعلومات عنه. وبعدها بتروح له ماريا وبتقول له إنها حابة تخرج معاه حتى مع رفض أبوها للموضوع. ولما بتشوفه بيتعامل مع السكان المحليين وإنهم بيحبوه، فبتقول له إن هي كمان نفسها تتعامل معهم وتعرفهم أكتر حتى لو ده هيزعل أبوها، فبيزيد إعجاب بها أكتر. وبيرجع بيكي لتدريبات الملاكمة، وعرض عليه المدرب إنه يشارك في مباراة مختلطة، بس المباراة دي هتكون خطيرة علشان مختلطة. وبيعرفوا على الراجل اللي بيروج للمباريات، وبيسألوا بيكي ليه الناس بتغني دايما في المباريات دي. فبيقلق الموزع وبيتوتر وبيقول له إنه ما يعرفش، فبيعتذر بيكي عن المشاركة وبيقول له المباريات دي مش ليه. وبيروح الموزع ورا بيكي وبيعتذر إنه كذب عليه بخصوص موضوع الغنى، وإنه السكان المحليين لما بيتوتروا أو يتحمسوا بيعملوا اللي يعرفوه وهو الغنى، وهم مؤمنين إن صانع المطر موجود. وبيرد بيكي عليه إنه مش صانع المطر، وإن دي مجرد أسطورة اخترعها مسجون اتعرف عليه. فبيقول له إنه عارف جلبت وإنه هو كمان كان في السجن. وقتها بيتدخل في كلامه الملاكم اللي هيلعب معاه وهو دوما، وبيقول له ان قابلته مقتنعه تماما بالاسطوره وانه لازم يلعب معاه ولازم كمان يغلبه علشان الناس تصدق ان القوه والايمان مكانهم القلب مش الاساطير. فبيقول له لكن لو انا اللي كسبت، فبيرد دوما اللي هيعمل كل حاجه بيقدر عليها علشان خاطر قابلته. فبيوافق بيكي على اللعب، وبيبدا التجهيز للمباراه رغم انها ممنوعه بسبب الاختلاط. وبتحضر ماريا علشان تشجع بيكي، وبتكون في مكان مفتوح في منطقه نائيه اغلبها من السكان المحليين، وبتساعد بنت منهم اسمها مريم وبتقدم لها بطانية علشان الجو برد. وبتبدأ المباراة وبيكون الجمهور مقسوم نصين، نصهم بيشجع صانع المطر ونصهم بيشجع دوما. وبيقدر فعلا دوما يوجه ضربات قوية لبيكيا وبيقع على الأرض أكتر من مرة، وبيبقى خلاص هيتهزم إلا إنه بيقوم في اللحظة الأخيرة وبيهزم دوما رغم فوز بيكيا، إلا إن الجمهور بيسكت ومش بيحتفل بيه. فبيقوم دوما وبيرفع إيده وبيهتف ليه هو كمان زيه صانع المطر، والناس بتهتف معه وبيقولوا لدوما إنه دلوقتي هيبدأ الشغل بينهم واستغلال الأسطورة. وبعد المباراة بتحكي له ماريا إن المربية بتاعته كانت من المنطقة دي، لكن عمرها ما حكت لها عاشت ازاي ولا عن عاداتهم وافكارهم، لدرجه انها افتكرت ان بيوت السكان المحليين تشبه بيتها لكن اصغر شويه، وان عمرها ما هتنسى الليله دي طول حياتها. وتاني يوم بيروح بيكي لدوما في بيت بسيط قوي، ولما بيعرفوا الاولاد بيمشوا وراه وبيشجعوه لحد ما بيوصل. وبيعرفوا دوما على مريم وبيقول له انها مدرسه موهوبه وشاطره جدا في تعليم الاطفال، وبيستغربوا ان بيكي عارف لغتهم كويس. وبيتمرن دوما وبيكي سوا، وبيستغرب كل السكان المحليين من ده، وبيسالوا بيكي ليه الناس واقفه صف طويل زحمه قوي كده. فبيقول له ان الحكومه بتسمح بس بحمام واحد لكل 200 شخص، وان 2% بس من اولادهم مسمح لهم يتعلموا، والهدف من تعليمهم ده هو انهم يكونوا خدم او كناسين وعمال مناجم، وانهم حتى ما يعرفوش يقروا اليافطات الا على الاماكن الممنوعه من دخولها. وبيقول له كمان انه مؤمن بقوه افريقيا، وان التعليم هو الحل لان هو اللي هيضمن مستقبل احسن للبلد، ومن غيره الناس هيفضلوا تعبانين، والتعب ده هيدفعهم في وقت من العنف وهيخربوا كل حاجه ومش هيكون في مستقبل لحد. وبيقترح عليه انه يبني مدرسه يعلم فيها السكان المحليين القرايه والكتابه بالانجليزي. فبيستغرب بيكي وبيقول له انه مش مدرس، وانه يا دوب قدر يعلم مجموعات مختلفه من المساجين الموسيقى، وان اللي ساعده في ده اسطوره صانع المطر. فبيرد عليه دوما ان الاسطوره هي برضه اللي هتخلي الناس تتعلم القرايه زي ما اتعلموا الغنى وزي ما راحوا المباراه وهي ممنوعه. وبيقول له انه مؤمن بقوه قومه وقدرتهم على النجاح وتحقيق الحلم، وبيساله على اللي هو مؤمن بيه، لكن بيكي مش بيعرف يرد عليه، وبيفتكر ان الاجابات موجوده في الطبيعه دايما. وبعد تفكير طويل بيعرض على مدير مدرسته انه يعلم السكان المحليين كل يوم سبت بالليل. وفي البدايه المدير بيقلق من الفكره لان بسببها ممكن المدرسه تتقفل، خصوصا انهم مش هيقدروا يعلموا غير اعداد قليله قوي. الا ان بيكي بيقنعه وبيقول له ان الشلال بيبدا بقطره، وان ده هيحقق في النهايه العداله. وبيقترح بيكي على ماريا كمان انها تشارك في تعليم السكان المحليين، لكنها بترفض الفكره، خصوصا انها حابه تحضر حفله نهايه السنه، وان الحفله دي مهمه جدا بالنسبه لها. فبيحاول ياثر عليها ويكلمها عن اهميه مدرسه السبت، لكنها بتختار الحفله
وبتقول له انها مش هتضحي بها وبتزعل وبتسيبه وبتمشي. وبالليل بيكون ابو ماريا محضر العشاء راقي مع شاب من عائله كبيره اسمه فيليب، واهله بيتكلموا عن تصاريح سكنيه جديده هتتفرض على السكان المحليين علشان ياخدوا العماله اللي محتاجينها منهم لاماكن بعيده، واحتفلوا كلهم بالتمييز العنصري ده، الا ان ماريا اعترضت على الكلام ده وقالت لابوها وضيوفه انها مش هتقبل ان اي حد يبعدها عن بيتها واهلها، فقال لها ان ده مش هيطبق عليهم وخاص بالسكان المحليين بس. فبترد عليه ان ده امر مؤذي لاي انسان، فبيغضب ابوها منها جدا وبيطلب منها تسكت وما تتكلمش في حاجه ما تعرفهاش، لكنها بتقول له انها عارفه وشافت السكان المحليين عايشين ازاي وان ده ظلم. وهنا بيتاكد ابوها انه بيتقابل بكيا، فبيزعق لهم قدام الضيوف وبيمنعها من الخروج من البيت بدون مرافق وبيمنعها تشوفه، فبتقول انها هتفضل تقابله برضه وانه هيعمل ايه لو كانت معجبه بشاب اسمر. فابوها بيتصدم وبيضربها بالقلم، فبتقول له انها مش هتسمح للكره يملى قلبها زيه، وبتخرج من البيت وبيحاول ابوها يلحقها بس مش بيقدر. وفي الوقت ده بيكون بكيا بدأ في تعليم مجموعات من الشباب القرايه والكتابه علشان هم كمان يقدروا يعلموا غيرهم. وبتوصل ماريا وهو في نص الدرس وبتعرض انها تساعده وبيفرح بها قوي، لكن الشخص اللي ابو ماريا خلاه يراقب بكيا بيعرف موضوع المدرسه ده وبيبعت امر رسمي للمدير انه هيقفل المدرسه وهيهدها تماما اذا استمرت فصول السبت. وبيحاول بكيا يقنعهم ان القفل ده مؤقت، لكنه بيعرف انه دائم ومفيش امل يرجع يعلم حد في مبنى المدرسه تاني. وبيزعل بكيا لان التغيير اللي كان بيحلم بيها ياخد وقت طويل ممكن يوصل لاجيال، لكن المدير بيقول له ان محدش يقدر يسرع عجله التاريخ، لكن التغيير هيحصل مهما كان ثمنه. وبيعرف كمان من المدير ان الموافقه على منحته في اكسفورد وصلت وان لازم يستعد للسفر لانجلترا. وبيكمل بكيا تدريبات الملاكمه مع دوما، الا ان بعض العساكر المتعصبين بيقتحموا المكان وواحد منهم بيضرب بكيا وبيشتمه بنفس الطريقه وبيفكروا بانه تبول عليه وهو صغير. وبيعرف ان جابي من مدرسته الداخليه وبيقول له انه بسببه اتطرد من المدرسه وابوه ضربه وحبسه في حظيره زي الحيوانات. وحاول المدرب يهدي بكيا علشان ما يردش عليه، الا ان جابي ضربه ودوما حاول يدافع عن المدرب فضربوه هو كمان وضربوا بكيا، وقال له بكيا انهم هيتقابلوا تاني لان حسابهم مش هيخلص. وراح بكيا يقابل ماريا بالليل عند بيتها بعد ما عرف انها رجعت، وقالت له ان ابوها هيجبرها على السفر وانه هيدمر مستقبله بسبب علاقته بيها، فبيطمنها ان هو خلاص اخذ الموافقه على الدراسه في اوكسفورد وانها ممكن تسافر معاه. فبتوافق وبيديها الاسوره اللي امه ادتها له قبل ما تموت، وقال لها ان ده وعده ليها بانه يفضل معاها. وبعدها بيلاقي المدرب بيرسم شعار ان البيض والسود مع بعض على باب النادي، وبيقول له انه زهق من ان الاختلاط في السر ولازم يبقى علني، وخلاه يساعده كمان في الرسم، الا ان الامن بيهاجم النادي وبيقبض على المدرب بسبب الانتهاك القوانين ومنع الاختلاط. وده بيكون ببلاغ من جابي اللي بعد القبض على المدرب بيقرر يولع في النادي، وبيقدر جابي يولع في المكان فعلا. وبيقف بكيا حزين وحاسس بالعجز تاني لانه ما قدرش يساعد مدربه. وبيلاقي دوما دار عباده تقبل انهم يعلموا الناس فيها، وبيروح معاه بكيا وبيعرف انه فقد عينه بسبب اللي عمله جابي فيه، لكنه بيقول له انه فقدان عينه مش مهم قصاد انهم يحققوا حلمهم والناس تتعلم. وبتسال مريم على ماريا فبتقول لها ان ابوها اجبرها على السفر ومش هتقدر تيجي، لكنهم بيلاقوها داخله عليهم ومعاها بعض الادوات والكتب علشان فصول السبت تستمر. لكن فجاه بيحسوا بالامن في كل مكان حواليهم وبيقتحموا المكان وبيقبضوا عليهم، وبيطلب منهم بكيا انهم يسيبوا الستات يمشوا، لكن واحد من الضباط الكبار بيقول له انه مفيش فرق وكله هيتقبض عليه، وبيبداوا ضرب فيه، فبتخاف عليه وبتزقه وبتاخد الضربه مكانه، لكنها مش بتستحمل وبتموت في ساعتها. وفي الجنازه بيروح بكيا وكل طلاب المدرسه علشان يوصلوا لماريا، لكن لما ابوها بيشوفها بيروح يضربه والناس بتمنعه وبيسمع صوت صلاه السكان المحليين، وبيكون عددهم كبير جدا وجايين بس علشان خاطر بنته. وموت ماريا تسبب بحزن كبير جدا لبكيا، وبيتمسك بالسفر اكتر وبيروح علشان يبلغ دوما، لكنه بيشوف ازاي ان اللي عمله للشباب نجح، وبداوا فعلا يعلموه للاطفال، وكل واحد فيهم قاعد وحواليه مجموعه بيعلمها، وبيتبسط لما بيشوف طفل منهم بدا يقرا فعلا وبيتعلم العداله والمساواه. وبيسالوا دوما اذا كانت ماريا ماتت على الفاضي وايه الاهم اوكسفورد ولا مستقبل احسن، فبيقرر انه يتخلى عن المنحه ويكمل معاهم للابد، وبيكون هدفهم بس هو القبض على بكيا، لكن دوما والسكان المحليين بيخبوه، وبيكون عايز يسلم نفسه علشان ما حدش منهم يأذي بس دوما، وبيمنعه وبيقول له انه مش هو الهدف، هم كلهم هدف لانهم مؤمنين بفكره التغيير، وان ما ينفعش يدي للامن اللي هو عايزه كل مره. الا ان عساكر الامن بتبدا تضرب الرصاص الحي على السكان المحليين وبيموت منهم ناس كتير، وبيمسك جابي واحد منهم وبيفضل يضرب فيه علشان يعرف مكان بكيا، ولما بيشوفهم بيضرب جابي دوما بالرصاص فبيتصفي رجله وبيهرب بكيا. وبتحاول مريم تهرب الاطفال وبيسالها دوما عن بكيا لكنها مش بتعرف مكانه، وبتشوف جابي وهو ماسك الموزع اللي كان في السجن ونازل ضرب فيها علشان يعرف مكانه، فبيسحب لحد ما بيزق جابي وبيوقعه على الارض وخدني مكانهم، لكنه بيصمم يقتله الاول. وبعدها بيضرب بكيا جابي بقوه، لكن جابي بيغلبه وبينزل فيه ضرب لحد ما بيقع على الارض، بس هو بيستجمع قوته وبيقوم تاني وبيرجع يضربه اقوى من الاول لحد ما بينهار. وبيستغل جابي ان بكيا اداله ظهره وبيحس ان دي فرصته، فبيسحب مسدسه قبل ما
يضرب بالرصاص بيظهر دوما وبيضربوا على دراعه وراسه لحد ما بيفقد الوعي. ورغم اللي حصل ده بيستمر دوما وبكية في رحلتهم وبيتنقلوا بين القبائل علشان يعلموا الناس، وبياخدوا معاهم الكتب والأوراق علشان التعليم ينتشر بين الأطفال رغم مطاردة الأمن ليهم. وبينتهي الفيلم على إنهم ماشيين سوا، وبيقول بكية إن ده الطريق اللي اختاروا لنفسه، وإنه دايما بيسمع صوت جدته وصوت بيت ماريا وسط الطبيعة لأنهم الصوت الحقيقي لأفريقيا والصوت اللي بينور طريقه. وإن في طرق كتيرة للتغيير لكن التغيير مش هيحصل غير لما الكل يتجمع ويبقوا كأنهم شخص واحد. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهارده، والسلام.